أبد لا تمشي ويا شخص ما عنده أخلاق، أو شخص يتجاوز عليك أو يغلط عليك بحجة الشقة. عنده عادي يغلط على والدتك أو تغلط على والدته، أو يغلط على والدك أو تغلط على والده بحجة الشقة. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يقولون: الصديق من كان ناهيا عن الظلم والعدوان معينا على البر والإحسان. يعني الصديق الحقيقي هو اللي منعك عن أي شيء مو زين. الصديق الحقيقي هو اللي ينصحك أو يقول لك لا تتعارك، هو اللي يقول لك عوفة هذا لا تسوي وياه مشاكل. الصديق الحقيقي هو اللي يعينك على الخير، انه يشوفك نفسه، يريد لك الشيء مثل ما يريده نفسه، مو اللي يوقعك بمشاكل. وخليها ببالك ترى الصديق شيء كلش مهم بحياتك، خصوصا اذا كنت بعدك صغير. لا تمشي ويا ناس ملطلطه، او لا تمشي ويا واحد ما يهتم لصلاته او يستهزئ بالناس اللي تصلي. اصلا لا تثق بواحد ما يصلي. شلون تثق بشخص ما يصلي؟ لا تمشي ويا شخص ما متعلق باهل البيت عليهم الصلاه والسلام. شوف، لا تمشي ويا شخص ما يكتم سرك ودائما يضحك الناس عليك. مو صديق حقيقي اللي ما يخفي عيوبك ويكتم سرك. الصديق الحقيقي هو اللي يعتبرك نفسه، انت ويا واحد. اذا اجتك اساءة معناه هو اجته اساءة. هذا الصديق الحقيقي. افتهمت؟ وارجع واقول لك صديقك اذا كان متدين انت راح تصير متدين. وهنيئا لشك واحد عنده صديق وفي.